ده اسماعيل لص لكن ظريف. ده حامد لص لكن ظريف. ودي شوشو وليه عجوزة بس ولا ماري منيب في عز شبابها. وده البغبغان اللي بيبلغ عن الحرامية. ودول 2 متجوزين. وده الجواهرجي الطيب اللي هيتسرق. حامد واسماعيل 2 حرامية عكس بعض تماما. سرقوا مع بعض 3 مرات وكل مرة بيتحبسوا فيها، لكن هم عايشين بمبدأ سنظل أوفياء. اسماعيل فتاح خزن ولا أجدعها فتاحة في شارع الهرم. حرامي خزن تربية عمه، تربية حرام في حرام يعني. أما حامد حرامي أرستقراطي، بيتكتك ويخطط وكل شيء مدروس وهو اللي بيقول يلا. الاتنين دول بيسرقوا الراجل الجواهرجي الخواجة الطيب. حد يسألني هيسرقوه ازاي؟ هقول لك خد نصيبك صبر واسمع الحكاية. هيحفروا حفرة في شقة الاتنين المتجوزين دول، ومن الحفرة دي هينزلوا من السقف على محل الخواجة. في محل الخواجة هيلاقوا خزنة، هيفتحوا الخزنة ويقلبوا كل اللي فيها. لكن هو امتى انت وصاحبك اتفقتوا على حاجة وسلكت يا نحس بالمكلين؟ مستحيل، امبوسيبل. الاتنين الحرامية وهم داخلين الشقة هتقطع عليهم الجارة شوشو الشهيرة بماري منيب. الجارة شوشو جارة مش عادية، جوزها يبقى حكمدار سابق، جوز بنتها وهبة ضابط في مصلحة السجون. غير كده بقى عندها بغبغان بيعرف الحرامي من على بعد كيلو. لكن عشان طريق النجاح كله مطبات وانت وصاحبك مؤمنين بالسعي، حامد واسماعيل ما بيستسلموش ويخشوا الشقة ويبدأوا في الحفر. ومش بيحفروا بس، لا، اسماعيل بيلاقي طبق فيه فتة قطط بياكله وحامد يحفر. اسماعيل بيلاقي شوية تفاح بياكله وحامد يحفر. اسماعيل يلاقي في التلاجة ياكل اللي فيها وحامد يحفر. ويتبادلوا الاتنين الحفر لحد ما اصحاب الشقة بيرجعوا شقتهم. حامد واسماعيل بيستخبوا في الشقة ومستمرين في السعي. وعشان طريق النجاح زي ما انت عارف مليء بالصعاب، الشغالة او الخدامة او الست اللي بتساعدهم في البيت تدخل عليهم الأوضة اللي هم مستخبيين فيها وبتاخد المرتبة اللي بتنام عليها. وهم ما تهزوش ولا قلقوا وما خرجوش من الشقة لحد ما اطمنوا ان اصحاب الشقة ناموا بسلامة وطمأنينة وارتياح. طبعا انت فاكرهم يأسوا، لكن ابدا، حامد واسماعيل never give up. رجعوا تاني يوم واستنوهم لحد ما خرجوا ورجعوا يكملوا حفر. لكن مين بيقطع عليهم؟ الجارة شوشو، بعد ما بتوقع قلبهم في رجليهم. طبعا حامد بيديها دواء ينيمها بحجة انه دكتور وعنده علاج لحالتها، وبيخشوا يكملوا حفر. لكن بيكتشفوا ان الزوجين متخانقين وكل شوية حد هينط لهم هنا في الشقة. حامد العقل المدبر للسرقة بيقرر يصالحهم على بعض. قال ايه؟ عشان لما يتصالحوا الواد هيخرج مراته ويقضي طول اليوم بره. وبيكملوا حفر لحد ما بيفتحوا الفتحة من السقف. وساعتها اسماعيل بيغني اغنيته الشهيرة: بلدي يا بلدي، ده نفسي اروح بلدي، بلدي طنطا وانا احب اعيش اونطه اونطه. وبينزل اسماعيل تربية عمه عشان يفتح الخزنة، لكن الجارة شوشو بتقطع عليهم واسماعيل بيتزنق في السقف وحامد بيضطر يفتح لها وبيحاول يطرقها وبينجح حامد في كده. وبينزل حامد مع اسماعيل المحل والخطة ماشية زي ما هم راسمين وكل شيء مدروس وآخر مسطرة. لكن اسماعيل وحامد حظهم من حظك انت وصاحبك يا منحوس. الواد اتخانق مع مراته ورجعوا على الشقة. مش بس كده، اكتشفوا الفتحة. وطبعا انت عارف اسماعيل في الوقت اللي هم اكتشفوا فيه فتحة السقف فتح الخزنة. والمرة دي بيرقص على بلدي طنطا، مش بيغني بس. لكن هو انت امتى رقصت وكملت معاك بزغاريط؟ فاكر ولا انت فاكر؟ مفيش، كلش انكال يا بيه. اسماعيل وحامد اتقبض عليهم للمرة الرابعة كالعادة. والجارة شوشو الفرحة ما كانتش سايعاها. وانت وصاحبك لو نيتكم خير في اللي بتعملوه اكيد مصيركم مش هيبقى زي اسماعيل وحامد. كملوا انتوا بس في اللي بتعملوه ما يهمكوش. نسيت اقول لك الفيلم ده اسمه لصوص لكن ظرفاء. زي ما انت شايف عادل امام في بداياته واحمد مظهر في مجده
وماري منيب الجميله اللي كان ده اخر فيلم ليها للاسف. عامه لو شفت الفيلم ده يبقى انت راجل محترم، وانا فكرتك بيه وفكرتك انك راجل محترم. ولو ما شفتوش شوفه يا شقيق وخليك راجل محترم. فيلم بسيط لذيذ لطيف هيعجبك. سلام يا شقيق.